إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. مستمعينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، ونقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لهذا اليوم والتي تتضمن حصاد الأخبار، تليه كلمة صوت إريتريا الديمقراطية، ثم حلقة أخرى من برنامج في حضرة الوطن. وكالمعتاد نستهل فقرات برامجنا بعناوين الحصاد. عملية عسكرية ناجحة لفدائي جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية بالقرب من نهر عنسبة. نائب رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ يشارك في ملتقى لندن التشاوري. فرع النرويج يعقد مؤتمره بحضور مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية بالهيئة التنفيذية. والنظام يواصل اعتقالاته في صفوف المواطنين بأسمرة. من عناوين الحصاد إلى تفاصيله عبر صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. أفاد مكتب شؤون الداخلية بالهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية بأن وحدة من الفدائيين قامت في 3 من إبريل الجاري في منطقة زرا شمال منطقة طحرة الواقعة على ضفاف نهر عنسبة بعملية جريئة استهدفت سيارة شحن لنقل المعادن والذهب، حيث أوقفت الوحدة السيارة وأجبرت سائقها ومعاونه وعنصرين من الجيش كانوا على متنها إلى تسليم أسلحتهم ومغادرتها، ثم قامت بتدميرها. وفور وصول الخبر إلى القيادات العسكرية للنظام في تلك المنطقة هرعت إلى عين المكان لمعاينة آثار العملية، وأجرت تحقيقا مع العناصر التي كانت في السيارة. وتؤكد جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية أن عملية زرا تستهدف التصدي لأعمال النهب والسرقة التي تتعرض لها ثرواتنا الوطنية على أيدي عناصر النظام الفاسدة بالتعاون مع بعض الشركات الأجنبية المتواطئة، بينما يئن شعبنا تحت وطأة الفقر المدقع والحرمان من أبسط مقومات الحياة الكريمة. كما أن العملية تأتي في إطار نقل المواجهة مع النظام الدكتاتوري إلى داخل الوطن، وأنها مقدمة لعمليات نوعية أخرى في مواجهة أدوات النظام القمعي، وستتواصل إلى أن يتحقق التغيير الديمقراطي المنشود في إريتريا. وفي هذا الصدد تود جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية التأكيد على أنها ليست في عداء مع الجيش الإريتري، لإيمانها بأن غالبية أفراده هم ضحايا سياسات النظام الدكتاتوري،
غير أننا لن نتهاون في مواجهة كل من يقف مع النظام ويتورط في إلحاق الأذى بشعبنا الأعزل. وننتهز هذه المناسبة لندعو كل العناصر التي تعمل في مؤسسات النظام المختلفة ولا سيما القمعية ومنسوبي قوات الدفاع الإريترية التخلي عن النظام والانحياز إلى جانب شعبهم والنضال مع قوى التغيير من أجل إنقاذ الشعب والوطن. أما من يستمر في خدمة النظام كأداة قمعية ضد شعبه ويساهم في نهب ثرواته فلا يلومن إلا نفسه. فلن نتهاون في التصدي للنظام وأدواته القمعية بكل قوة وبدعم من جماهير شعبنا الأبي وأحرار قوات الدفاع الإريترية. شارك المناضل نجاش عثمان نائب رئيس الهيئة التنفيذية ومسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية في ملتقى الحوار الوطني الإريتري بلندن يومي 7 و8 من شهر إبريل الجاري، الذي نظمه منبر الحوار الوطني الإريتري والمركز الإعلامي الإريتري تحت شعار حوار سياسي وعمل مشترك من أجل مجتمع متماسك، بمشاركة عدد من التنظيمات السياسية والجمعيات المدنية وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة. وجاء في إعلان الملتقى الصادر في 8 إبريل الحالي أن الملتقى ناقش 3 أوراق: ورقة حول تقييم التجارب السابقة للعمل الإريتري المشترك، وورقة أخرى حول كيفية تعزيز الثقة وتفعيل العمل المشترك، وورقة ثالثة حول رؤية لحراك شعبي ديمقراطي. وبعد مناقشة الأوراق ال3 توصل المشاركون إلى تفاهمات مشتركة حول مجمل القضايا التي تواجه مسيرة النضال من أجل التغيير الديمقراطي، والتأكيد على ضرورة إشراك كافة قوى المعارضة الإريترية في الحوار وأهمية استمراره، وإنزال ما تتمخض عنه الملتقيات السياسية إلى الجماهير الإريترية لتساهم في إبراز قضايا الاتفاق وتضييق الخلافات وتعزيز الثقة. دعا الملتقى وسائل إعلام المعارضة إعطاء الأولوية لما يعزز وحدة إريتريا ويساعد على تقوية معسكر المعارضة، كما أمن على أهمية دور الشباب والمرأة في مسيرة النضال الديمقراطي وضرورة تعزيز مشاركتهما فيه. وأكد الملتقى على أهمية السلام والاستقرار في منطقتنا وانعكاسهما الإيجابي على بلادنا. وناشد المشاركون الدول المجاورة إلى دعم النضال العادل الذي يخوضه الشعب الإريتري من أجل التغيير الديمقراطي. وهاب الملتقى بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية للقيام بدورها في إطلاق سراح الآلاف من سجناء الرأي والضمير الذين يقبعون في سجون النظام دون محاكمات عادلة ولا يعرف مصيرهم منذ سنوات طويلة. عقد فرع النرويج لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية مؤتمره في 14 من أبريل الجاري، وفي مستهل جلساته خاطب المؤتمر مسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية المناضل نجاش عثمان، حيث نقل تحيات قيادة التنظيم لفرع النرويج وإشادتها بإسهاماتهم النضالية البارزة في تعزيز دور التنظيم. كما نقل إليهم مجمل التطورات السياسية على الأصعدة التنظيمية والوطنية والإقليمية، مشيدا بدور قواعد التنظيم في الداخل والخارج لما تبذله من جهود للارتقاء بالعمل السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. ثم انتقل المؤتمر بعد ذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول أعماله، حيث استمع إلى التقريرين الأدبي والمالي وأجازهما بعد مناقشات مستفيضة. ثم ناقش المؤتمر برامج عمل الفرع في المرحلة القادمة، ووضع ترتيبا لأولويات الفرع وخاصة المرتبطة منها باستقطاب عضوية جديدة وخاصة الشباب والنساء. وفي نهاية أعماله اختار المؤتمر ديمقراطيا لجنة الفرع الجديدة. وقد أشاد المؤتمر بنجاح المؤتمر الثالث للتنظيم والجهود المبذولة لتنفيذ قرارات المؤتمر، كما عبر أعضاء المؤتمر عن أهمية العملية الفدائية الجريئة التي قام بها أبطالنا في 3 من أبريل الجاري.
مؤكدين على استعدادهم لتقديم كل ما يستطيعون من أجل تعزيز دور التنظيم داخل الوطن. وفي هذا السياق تبرع الأعضاء بمبلغ معتبر لدعم خزينة التنظيم في سبيل تقوية وتعزيز أنشطة التنظيم ولا سيما في داخل الوطن. أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية من أسمرة أن الأجهزة الأمنية للطغمة الحاكمة قامت خلال الأسبوع الماضي بحملة اعتقالات واسعة شملت المدرسين والطلبة والتجار، وذلك بدعوى ارتباطهم بالغليان الشعبي الذي رافق مراسم دفن الشهيد الحاج موسى محمد نور. وأفادت مصادر موثوقة من داخل أقسام الشرطة بأن المعتقلين يتعرضون من قبل عناصر أمنية مرتبطة مباشرة بالدكتاتور إسياس أفورقي لضغوطات قاسية أثناء التحقيق من أجل انتزاع الاعتراف بضلوعهم في تنظيم المظاهرات وتحدي سلطات النظام، بالإضافة إلى محاولة تأكيد هواجس النظام بوجود ارتباطات لهذا الحراك بمجموعات في خارج البلاد. وعلمت مصادرنا بأن بعض قيادات النظام ومن بينهم فوزية هاشم حاولوا إقناع النظام بتخفيف حملة الاعتقالات الموجهة بالدرجة الأساسية على المسلمين خشية أن يترتب عليها عواقب وخيمة على النظام، إلا أن إسياس عنفهم وأمرهم بالابتعاد عن الموضوع. وتتوقع مصادرنا بأن النظام بصدد إعداد لائحة اتهامات بحق عدد من الشخصيات الهامة المعتقلة تتمحور حول رميهم بالعمالة لجهات إريترية وأجنبية وتشويههم عبر وصمهم بالطائفية عبر المخبرين المنتشرين في المجتمع والذين يعرفون ب03. مستمعينا الأفاضل، قدمت لحضراتكم حصاد الأخبار من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. من رهوان صغير 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 أبزا حدث عمد حابسكو خان فيستا سمر ودي خاقر حجي يا ساعة نوخد صرقي برخان بجرب قربا المطمطي وزبول مريت مرحبا أدنا أدري حولي حفري أجوغي الرب متعوم زحمتي بدل تغي عداي إيدا ما يسألوا زبن خول زبن تأخخ كتب بسي عدي تمثال تبسي عمك لو دي نتبه مغايرو نتلكي تسنى كل سعرو كنقلبو شعات بالزيرو لبك برحوي صدق خيا أكل والتركك وما تنسخون قبل حادي فتح رقت كل بقاكا ستمت من دبل أنت اللنقا تبع بعين دبل أنت اللنقا
نجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الأفاضل، وندعوكم لمتابعة تعليقنا السياسي لهذا اليوم تحت عنوان: برغم المؤامرات سينتصر شعبنا. لم يتورع نظام إيسياس الدكتاتوري وزمرته الغاصبة في استخدام كافة الوسائل والسياسات الرخيصة من أجل الاستمرار في سدة الحكم، فقد عزف رأس النظام منذ القدم على وتر الطائفية والقومية حتى ما قبل التحاقه بالثورة، وهو ذات الوتر الذي استخدمه نظام الإمبراطور الإثيوبي هايلي سلاسي في تشويه الثورة الإريترية. ومع ذلك تم التغاضي عن توجهات وسلوك إيسياس، وتم احتضانه من قبل الثورة، إلى أن تمكن من بناء تنظيم وتكوين تحالفات خارجية أتاحت له إخراج جبهة التحرير الإريترية من المعادلة العسكرية ضد العدو والانفراد بالساحة الإريترية. وبعد الاستقلال واصل سياسة الإقصاء والهيمنة وسياسة التهجير والاستيلاء على الأراضي وهدم منازل المواطنين بحجج واهية، وفرض خدمة قسرية بلا آماد، ومارس سياسة التجويع والتجهيل والتشتيت والاعتقالات والاغتيالات ضد مناوئيه. وكلما تعرض النظام الدكتاتوري إلى هزة داخلية أو إلى محاولة انقلابية فلديه تهم جاهزة يحمل بموجبها مسؤولية ذلك لمكونات إريترية بعينها، مثلما حدث مع حركة 21 من يناير 2013 والمعروفة بعملية فورتو، والتي قادها الشهيد العقيد السعيد علي حجاي. إن هذا السلوك القديم المتجدد للنظام يتطلب ليس السكوت عليه أو التجاوز عنه أو الاستهوان به، وإنما يستدعي ضرورة فضحه ومواجهته بكافة الوسائل، وتوضيح خطورة ذلك على الوحدة الوطنية وسيادة إريتريا لكافة الشعب الإريتري. إن التغاضي عما يشكله إيسياس ونظامه على إريتريا ومستقبلها من خطر يعتبر خدمة مجانية لإيسياس وزمرته للعبث أكثر، بل تعد مشاركة غير مباشرة في جرائمه ضد الشعب والوطن. وانطلاقا من ذلك نطالب كل الغيورين من أبناء شعبنا التصدي لمثل هذه التصرفات التي بالتأكيد لو سكتنا عليها ستلحق بوحدة شعبنا ومستقبل بلادنا ضررا بالغا. من جهة أخرى، ففي الوقت الذي يحاول النظام تعميق التناقضات بين مجتمعنا على أسس مختلفة، هناك قوى مأجورة موازية تحت لافتات مختلفة تحاول استغلال هذا الواقع للنيل من وحدتنا وكرامتنا الوطنية التي مهرناها بدماء شهدائنا الذكية وبمعاناة شعبنا الأبي. بيد أنه لا يساورنا أدنى شك بأن غالبية الشعب الإريتري بكافة مكوناته الدينية والاجتماعية والمناطقية ترفض مثل هذا السلوك المستهجن القائم على توظيف الدين في إطار سياسة فرق تسد التي ظل يمارسها رأس النظام لعقود، وكذلك المساس بوحدة إريتريا أرضا وشعبا من قبل القوى الداخلية فكرا وسلوكا من خلال استخدام النعرة الثقافية. إننا في جبهة الإنقاذ الوطني الإريتري على قناعة راسخة بأن شعبنا لا ولن تنطلي عليه محاولة النظام الرخيصة بزج الدين في صراعه من أجل البقاء في سدة الحكم على حساب تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية والانعتاق، وذلك انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن الشعب الإريتري الذي حقق بصموده وإرادته وتضحياته المشتركة استقلاله الوطني سيتمكن بلا شك من إسقاط النظام الدكتاتوري وإنجاز التحول الديمقراطي المنشود.
بالرغم من إدراكنا لجسامة وفداحة الغدر والخيانة التي تعرض لها بعد الاستقلال على مدى أكثر من ربع قرن على يد من انتسبوا لثورته الظافرة، والذين ظلوا يفرشون منذ اليوم الأول من استيلائهم على السلطة الطريق بالورود لمن يحاولون مجددا العودة بإريتريا إلى مربع التعبئة والمزاعم التاريخية. وإزاء ذلك فإن الشعب الإريتري مدعو اليوم قبل الغد وبكل قواه الحية لمواجهة وإفشال تلك المخططات الرامية إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء تحت دعاوى مختلفة. وثقتنا لا حدود لها في أن شعبنا لن يرفع الراية البيضاء أمام الجبروت والطغيان الداخلي والأطماع الخارجية برغم كل التحديات الماثلة. وستثبت الأيام مدى صلابة إرادة شعبنا في الدفاع عن وحدته ووطنه في وجه العابثين والطامعين وأذيالهم، وتقصير أمد معاناته وبناء غد أفضل لأجياله القادمة. مع تحيات صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. هنا صوت إريتريا الديمقراطية، صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من لا صوت لهم من المكبلين والمكممة أفواههم، من الأبطال القابعين في غياهب السجون في باطن الأرض وخارجها. صوت يعبر عن آهات ومعاناة المواطنين المحرومين من العدالة. صوت يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم في مستقبل مشرق. صوت إريتريا الديمقراطية صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. في حضرة الوطن، في حضرة الوطن برنامج يتناول مكانة الوطن وما يمثله من تطلعات وآمال للأفراد والشعوب والأمم، وما يعتري تلك التطلعات والآمال من التحديات، ومع ذلك لا بديل عنه. وطني أيها المجد الأبي، جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهي بك، وسهولك حضن جد الحنون، كل ما فيك يا وطني جميل، حتى سموم القهر وظلم أخ أو قريب لا يبعدني عنه، فأنت خيمة زماني وهدوء بالي ووسادة أحلامي. نجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الأفاضل، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج في حضرة الوطن. قالوا عن الوطن: من أين أبتدئ الحديث عن الوطن؟ ولمن أصوغ حكاية الذكرى؟ لمن؟ من أين وأمجاد تشرق في دمي نورا من الذكرى وتختصر الزمن؟ من أين والإيمان يجري نهره عذبا ويغسل عن مشاعرنا الدرن؟ من أين أبتدئ الحديث وليلتي تأبى على عيني مقاربة الوسن؟ من أين والأشواق تحلف أنها ستظل تسقيني التذكر والشجن؟
من أين والزمن السريع يمر بي وجبينه بدم الرحيل قد احتقن. من يسعد الأوطان غير بنيها وينيلها الآمال غير ذويها؟ ليس الكريم بمن يرى أوطانه نهب العوادي ثم لا يحميها. ترجو بنجدته انقضاء شقائها وهو الذي بقعوده يشقيها، وتود جاهدة به دفع الأذى عن نفسها وهو الذي يؤذيها. سبل المكارم للكرام قويمة، فعلى ما يخطئها الذي يبغيها. ما أكثر المتفاخرين، وإنما فخر الكرام بما حبت أيديها. يحوي الكريم المال لا يبغي به شيئا سوى أكرومة يحويها. والجود يحمد حيث كان، وخيره ما نال أوطان الفتى وبنيها. ولقلما أرضى امرؤ أوطانه حتى تراه بنفسه يفديها. أيظن منكم بالمعونة موسر يلهو ويمرح كل آن فيها؟ هي أمكم لا كان من أبنائها من لا يواسيها ولا يرضيها. وهبتكم الخير الجزيل، فهل فتى منكم يحسن صنيعها يجزيها؟ سعدت لعمري بالصنائع حقبة ولت على عجل، فمن يثنيها؟ لو يسمع الموت الهمود مقالتي أسدو إلى الأوطان ما يغنيها. حريتي حريتي حريتي، صوت أردده بملء فم الغضب تحت الرصاص وفي اللهب. وأظل رغم القيد أعدو خلفها، وأظل رغم الليل أقفو خطوها. وأظل محمولا على مد الغضب وأنا أناضل داعيا حريتي 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 حريتي. والضفتان ترددان حريتي، ومعابر الريح الغضوب والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي حريتي حريتي حريتي. في الأرض، في الجدران، في الأبواب، في شرف المنازل، في هيكل العذراء، في المحراب، في طرق المزارع، في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع، في سجن، في زنزانة التعذيب، في عود المشانق رغم السلاسل.
رغم لظى الحرائق سأظل أحفر اسمها حتى أراها تمتد في وطني وتكبر، وتظل تكبر وتكبر حتى تغطي كل شبر في ثراه، حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب، والليل يهرب والضياء يدك أعمدة الضباب، والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي: حريتي حريتي حريتي. أول شهيد عبده مال قد قبلته وأول أسير بيرقهم مدير أدال دبات أدال وكتا قفاتي ولادي يتروا لطريق عواتي مدور رحت قانا مدور تباو الهرقاتي يا مراوي وطاد ناصر الأبيات النيتاتي ولاد لبل لماتهم لتباكي أدال وكتاي قفاتي أدال وكتاي قفاتي ولادي يتروا لطريق عواتي مدور تباو ومدور تباو لرقاتي مراوي وطاد ناصر الأبيات النيتاتي ولاد لبل لماتهم لتباكي شاباي غورا ماي شاباي لغورا ماي تيك ببرد هجوم بنكي باي وعلى تريانا صوت مسلك بواسلي ماي من استعمال نطلع عندك وقوماتا كلو قداي وسراي اما سيل سلت كوناتا السور قادر اسل والقاباتا تار كلو للداي وانت للوم بناتا ليلي دمار کے دیو لیلی دمار کے دیو لیلی دمار کے دیو ولیلی دمار کے دیو کرس دولت انت سن ترود لہراسو یا بور الگوگ انتی ملا مرحماسو دقا حاضر انت حیوت بل فراسو مارک شابک انت دل حل فرساسو دبا بجوماتی عباد في الأساسو هوكان دباتري يبو تراسو والهلا مدير يكوني أدتنا دا ترباسو إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي بكم إلى ختام بثنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.